تاريخ مصر صدقها بمقولة بتقول لن تمن مصر بنعمتها على أحد إلا إذا أحاط بتاريخها علما. هذا التنظيم اللي أسقطه إنه تخلى عن قيم وعادات وتقاليد وعقيدة الشعب المصري، وما كانش عارف ايه الشعب المصري. لم يكن يعلم إنه الشعب المصري وقت الخطر يتوحد ويسقط أي خطر يحاول المساك بجسم الدولة المصرية. أنا يهمنا كلمة سريعة في المحاكمة. هذه المحاكمة رمزية. الشعب المصري في 30 يونيو و3/7 و26 يوليو أصدر حكمه بحظر تنظيم الإخوان وكافة الكيانات المنبثقة عن هذا التنظيم. والكيانات دي انتم شايفينها بتتلون، تسمي نفسها مرة حزب الحرية والعدالة، ومرة الجمعية، ومرة الجماعة، ومرة التنمية، ومرة النور، وما بيناش فاهمين مئات الكيانات تتشكل وجميعهم وكل بصوت حالي ينهل من بدر واحد. إياكم أن تتصوروا إن أحدهم متشدد والآخر الكنيس لازين. جميعهم في النهاية رفضوا الآخر لأنهم منطلقين من فكرة المقدس المطلق، وبالتالي هم رافضين أي آخر. المسيحي زي القومي زي الناصري زي الشيوعي زي الاشراكي، أي حد آخر رافضين. وبالتالي المترتب على ده نحن وبعد بوضوح نحن نرفض أي دعاوى للمصالحة مع هذا التنظيم، وأي حكومة تقدم بمبادرات أو سموها كما شئتم للمصالحة مع هذا التنظيم الذي عوق حركة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مصر في لمدة 86 سنة، آن لهم يذهب إلى مدرسة التاريخ. آن لهم مكانهم الآن سلة المهملات ومدرسة التاريخ. هذه المحاكمة بتكشف بعد حكم قضائي صدر يوم 23/9 كان كاشف لحظر الشعب المصري لهم. هذه المحاكمة أهميتها إنها رسالة للسلطات في مصر أن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي اللي قتل ولادنا وشبابنا من 28 يناير وحتى اليوم يعمل قتلا في شبابنا وأبريائنا، آن له أن يكون مكانه سلة المهملات ومنزلة التاريخ إلى مواربة. هذه هي المحاكمة، هي محاكمة رسمية، رسالة للسلطة. أما الكلام عن المحكمة الجنائية لا، أنا أثق في القضاء المصري وأحترمه وأوجهه، ولا أحد يستطيع أن يؤثر في المحاكمة الجنائية، وأي حكم يصدر سننحني له إجابة واحتراما، لأننا دعاة دولة جلد القانون والمواصلة في تحت ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة. شكرا عشان الظلم. دلوقتي هتبدأ المحاكمة بادعاء النيابة